الحمد لله الذي جعل الأخلاق من الدين وأعلى بها شأن المؤمنين، فرفع بمكارمها أقواما فكانوا من المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق القويم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أقدم الشكر والتهاني لمدير معهد الإمام ابن باز للدراسات الإسلامية واللغة العربية وإعداد الدعاة، ولمدرسيه ولضيوفنا الأعزاء. ويسرني أن أحييكم بتحية الإسلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سألقي عليكم كلمة عن الأخلاق الحسنة. شرع الله لعباده أنواعاً من الطاعات والقربات، وأمرنا وأمر الأمم قبلنا بعبادات تقرب العبد من ربه. ومن أعظم هذه العبادات حسن الخلق. بحسن الخلق ترفع الدرجات وتزيد الحسنات. حسن الخلق ثوابه عظيم، وخير الخلق من كان مؤمناً واتصف بحسن الخلق. وأكثر ما يدخل الناس الجنة مع تقوى الله حسن الخلق. حسن الخلق يرتقي بصاحبه إلى الدرجات العالية من الإيمان، وأعلى الدرجات في الآخرة لمن اتصف بحسن الخلق. وأقرب الناس منزلة من رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحسنهم خلقا. وبعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الأخلاق الصالحة. وإذا تحلى المسلمون بأخلاق القرآن صلح المجتمع، وكانوا دعاة خير إلى الدين بالقدوة والأفعال الحميدة. أخلاق المؤمن استقامة في دين، وبشاشة في لين، وعفو مع إخوة الإيمان، وكرم في العطاء، وقناعة في الفاقة، وتفريج كربة، وكلمة طيبة، وإفشاء السلام، وبر بالوالدين، وإحسان للجار. فاقتدوا بنبيكم بالتخلق بأخلاق القرآن، وسيروا على نهج صحابته الكرام. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.